السلام عليكم خوتنا، نتمنى تكونوا بخير. بلا ما نطولوا عليكم غادي نحكي لكم هذه القصة ولازم تدوا منها العبرة. نبداو على بركة الله. كان هنالك شاب يحب فتاة، وبعد مدة زمنية معينة من الحب أراد أن يتزوجا. المهم الشاب خطب هذيك الفتاة، والديها قبله وعطاوها له، ولكن للأسف الشديد قبل العرس بأسبوع أو أسبوعين صرا للشاب حادث مرور خطير جدا أدى به إلى فقدان الذاكرة. الطبيب قال لهم للأسف ممكن يعيش ممكن ما يعيش، كسور كثيرة، جروح، المهم حالته ميؤوس منها. راح ولي الأمر، أي والدين الطفل، الولي أمر الطفلة، وقال لهم باللي ولدنا حالته ميؤوس منها، ممكن يصدق ممكن ما يصدقش، ممكن يعيش ممكن ما يعيش، غادي نفسخوا الخطوبة وخلوا بنتكم تعيش حياتها، ما نقبضوهاش معانا وهذا مكتوب ربي وقضاء الله وقدره. شوفوا الناس اللي تفهم هنا. المهم بعد 5 سنوات من الحادث الطفل فطن، وقال لهم وين راه الزوج نتاعي. جاو والديه فهموه، قالوا بلي انت صرالك حادث 5 سنوات وكانت حالتك ميؤوس منها. قلنا للطفلة اللي هي كانت غادي تولي زوجتك، قلنا لها فسخنا الخطوبة وقلنا لها ودي لازم تعيش حياتك، هذا مكتوب الله. قال لهم جيبوا لي مرتي ما نحاولش نفهم. يا ودي شوف ما تقول، المهم ناض بصحة جيدة. وراحوا يحوسوا على أهل الطفلة، لقاوهم قالوا لهم بلي ودي الطفل ولدنا راه فطن، إذا ما زالت الطفلة عطوها لنا. قالوا لهم بلي الطفلة زوجناها وراه عندها 3 أطفال. شوف، ولكن الزوج تاعها توفى وراها قاعدة في الدار، إذا قبلتوا بها هاكا نعطوها لكم. سقساو الشاب قال لهم نديها، أنا كي فقدت الذاكرة فقدت عن حب، فطنت ما زلت نحبها كيما كنت نحبها. المهم أعطاو لهم الطفلة وراح يدير في لي زاناليز باش يتزوجوا. كي دار لي زاناليز المهم اكتشف بلي انه هو ما يولدش. فهمتوا؟ زوج بالطفله. تخيلوا لو كان ما صرالوش هذاك الحادث وتزوج بالطفله، كون راه محروم من نعمه الاولاد. ولكن هو حب وحده معناتها ربي عطاها له وكانت مكتوبه ومعها اطفالها. معناتها وراء كل شر يكمن الخير، وراء كل شر كاين خير. والله عز وجل كي يبتلي العبد ماشي معناتها ظلمه ولا باش يعذبه كما راهم يقولوا الناس، يبتليه باش يبعد عليه امور اكثر من هذاك الابتلاء. اذا عطاك مرض معناتها كاينه حاجه، اذا عطاك حاجه قرضك ولا سبحان الله عطاك حاجه معناتها كاينه حاجه كبيره غادي توصلك، ولكن راه خفف عليك بهذيك الحاجه. شوفك لا تصبر ولا ما تصبرش. دمتم في رعايه الله وحفظه. نلتقي ان شاء الله في قصه جديده. سلام.